السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزرع فدان مجدول ولا أزرع فدان صعيدي؟ لو أنا إمكانياتي محدودة، أقدر آخد فدان واحد مجدول أو آخد فدان واحد صعيدي، لكن أنا عايز مستقبلا يبقى عندي مساحة أكبر. هل أقدر أعمل كده ولا مقدرش أعمل؟ الحقيقة دي فكرة احنا نفسنا على المستوى، على السكيل الأكبر شوية منفذينها. يعني ممكن تلاقي واحد مثلا واخد 200 فدان، زرع منهم مثلا وليكن 50 60 فدان نخيل، وفي انتظار انه ال 50 60 فدان دول يبدأوا يطلعوا فسايل، حتى لو بعد 5 6 7 سنين ما عندوش مشكلة خالص، بحيث تزرع بقية الأرض. وكمان ممكن يكون بدأ ياخد منهم إنتاج يشتغل فيهم في بقية الأرض كشبكة تنقيط أو خلافه يعني. كل واحد بقى ينظم اموره حسب امكانياته الماديه. النهارده حضرتك اعمل حسابك انه انا داخل مش هزرع نخل بس، لازم يبقى عارف ان انا قادر النهارده ازرع الفدان ده او ازرع الفدانين دول او ازرع العشرة دول، واصرف عليهم على الاقل 4 او 5 سنين من بدايه الزراعه، وقبل ما ابدا اخد منهم، او حتى يبدا فدان النخيل ده يصرف على نفسه بعد 4 او 5 سنين من الزراعه، مش من التجهيز. يعني هفترض مثلا بجهز ارض دلوقتي وهزرع في شهر 5 او 6 اللي جاي، لا انا ببدا اعد ان شاء الله من اكتوبر اللي جاي، لانه انتاج النخيل في شهر اكتوبر، فبالتالي من اكتوبر 2026 حضرتك ابدا اعد. فاقدر اقول مثلا انه في اكتوبر 2030 ممكن يبقى معايا جزء من الفلوس اللي هصرفها في السنه اللي بعدها. في اكتوبر 2031 اللي هو بعد 5 سنين من اول اكتوبر يعدي عليك بعد الزراعه يعني، حضرتك هتبدا تاخد جزء بسيط من او دخل بسيط من الارض. لو حضرتك ما تقدرش تعمل ده، ان انا ادفع النهارده تكلفه انشاء فدان نخيل وما بقاش الرقم قليل الحقيقه، زائد مصاريفه لمده 4 او 5 سنين، وحضرتك يبدا السنه من شهر اكتوبر، زرعت في شهر 3، زرعت في شهر 4، زرعت في شهر 5، زرعت في ايا كان اللي هزرعه. انا بفضل الزراعه من اول شهر 5 و6 و7، لكن في ناس بتحب تبدا بدري شويه، مفيش مشكله. حضرتك ابدا عد السنوات من شهر اكتوبر اللي بعد الزراعه. يعني حضرتك زارع السنه دي مثلا في شهر 4 ولا 5 اللي فات، ابدا عد من اكتوبر او نوفمبر اللي فات. حضرتك هتزرع في شهر 4 او 5 او 6 اللي جاي، هتبدا تعد السنين من اكتوبر السنه اللي جايه. عد كام سنه يعني؟ يعني مش عايز اقول 4 سنين وبرضه مش عايز اقول 5 سنين، يعني ما بين 4 او 5 سنين بتكون الارض تقريبا بدات تجيب مصاريفها. طيب انا والله النهارده هاخد 10 فدان، هاخد 5 فدان، هاخد 20 فدان ايا كان، واقدر اظبطهم وابقى دفعت نصيبي فيهم في البير والطاقه وخلافه. لكن يعني ما اقدرش ازرعهم كلهم النهارده، وانا محتار هزرع الارض دي مجدول ولا صعيدي او برحي لو انا في وجه بحري، او هجرب في اصناف خليجيه زي السكري والصقعي. والله حضرتك تقدر تزرع مساحات صغيرة، فدان، نص فدان من كل صنف. بعد 4 5 سنين ما عندكش مشكلة خالص، لو انت عندك الطاقة والقدرة على الصبر والانتظار، انه انا هبدأ اخد انتاج كامل من الارض بعد 10 12 سنة. اللي هو انا هبدأ النهاردة مثلا بفدانين 3 من 10 او 20 فدان اللي انا شاريهم، بعد 5 6 سنين هبدأ اخد من فسايل الارض اللي انا زرعتها دي، وابدأ ازرع الجزء الفاضي. طيب الفدان بيطلع فسايل تزرع كام فدان تقريبا؟ خلي حضرتك دايما في متوسط من 8 ل 10 فدان، يعني كل فدان يزرع تقريبا من 7 ل 10 فدان. والله طيب انا دلوقتي هاخد 20 فدان، ازرع كام فدان عشان يكفوا الارض دي؟ ازرع فدانين او 3 بس؟ لا، نصيحتي ازرع ضعف المساحه اللي حضرتك محتاجها، علشان اجي بعد 4 او 5 سنين يبقى الفسائل اللي انا بطلعها جزء منها بزرعه في ارضي وجزء منها ببيعه، علشان برضو ابقى بعمل دخل زياده ليا، ما يبقاش كل الفسائل اللي بتطلع بزرعها في الارض وانا ما باخدش لسه حاجه من الارض خالص. فممكن مثلا انا هفترض ان حضرتك واخد وليكن مثلا 20 فدان، ال 20 فدان دول محتاجين مثلا متوسط فدانين او 3 علشان يزرعوهم. لا، حضرتك لو تقدر ازرع 5 فدان على حسب امكانياتك، يعني الصنف بقى على حسب امكانياته وحسب تفكير حضرتك، يعني سواء برحي او مجدول او صعيدي او حتى الاصناف التانيه يعني. ازرع منهم 5 فدان، وانتظر ان انا ازرع من ال5 دول ال15 الباقيين.
حسب ساعتها، ما حدش عارف بعد 5 6 سنين هيكون ايه الصنف الرائج يعني. وان كان المجدول يبشر بمستقبل ممتاز، خاصه زراعته في مصر ما شاء الله الناس مطلعه انتاجات محترمه جدا وجوده ممتازه جدا. يمكن ان شاء الله مع التجارب الزياده والتعلم الزياده خلال سنين ان شاء الله على خير، ده عشمي ورؤيتي للسنين اللي جايه، انه مصر هتكون ان شاء الله رقم واحد على مستوى العالم في انتاج التمر المجدول، سواء في الكميه او حتى جوده الثمار. فالفكره الحقيقه مش انا مبتدعها ولا حاجه، الفكره كانت من اقتراح حد من الاصدقاء يعني اللي واخد معايا 10 فدان. فهو الراجل زرع جزء مجدول ويزرع جزء صعيدي، وهيسيب جزء يزرعه فيما بعد من الفسائل، ده احقاقا بس للحق عشان يعني ما نظلمش الراجل في حقه. فدي فكره ممكن حضرتك تطبقها طبعا، واخد 10 فدان، واخد 20 فدان، واخد 50 فدان، واخد 100 فدان، ايا كان. مش لازم ادخل بكل الفلوس اللي معايا ازرع ارض وبعدين اجي بعد سنه او اتنين الاقي نفسي مش عارف اصرف على الارض. لا، اخلي معايا مخزون يصرف على الارض على الاقل 4 أو 5 سنين. لما ابدا اخد فلوس من الارض براحتي ابدا ازرع بقيه الارض، سواء من فسايلي او لو لقيت معايا فلوس تانية بعد كده ابقى ازرع بقيه الارض. الفكره بس كده حبيت ابلورها في فيديو صغير، وربنا يوفق الجميع. شكرا جزيلا.